عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سباركس، عاملين ايه؟ انا ليان وهكون معاكم في بلاي ليست جديده للاي اي. تخيل ان موبايلك مش بس جهاز، ده بيفهمك ويتعلم منك. ده اسمه ذكاء اصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو فرع من علوم الكمبيوتر، بيهدف اننا نخلي الالات تفكر زي الانسان. يعني بدل ما نكتب للكمبيوتر كل خطوه بالتفصيل، بنديله بيانات كتير هو يبدا يتعلم منها ويستنتج لوحده. زمان الكمبيوتر كان بينفذ أوامر بس، دلوقتي بقى يقدر يحلل، يتوقع، يصنف ويتخذ قرارات بناء على البيانات دي. لما تفتح الموبايل بالفيس ريكوجنيشن، الموبايل بيحلل ملامح وشك ويقارنها ببيانات متخزنة عنده. لما تدخل على اليوتيوب وتلاقي فيديوهات مقترحة شبه اللي بتحبها، ده لأن النظام درس سلوكك قبل كده وبدأ يتوقع اهتماماتك. طب ازاي بيعمل كده؟ عن طريق انه بيتدرب على كميات كبيرة جدا من البيانات ويتعلم الأنماط الموجودة فيها. كل ما البيانات تزيد كل ما النموذج يبقى أذكى وأدق. الذكاء الاصطناعي مش معناه إن الكمبيوتر عنده وعي أو مشاعر، لكنه بيعتمد على خوارزميات رياضية معقدة بيخليه يتصرف بشكل ذكي. ببساطة AI ونحول البيانات لقرارات ذكية. في الحلقة الجاية هنعرف الفرق بين AI وماشين ليرنينج وديب ليرنينج. ولو عجبك الفيديو متنساش لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.